السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. رجعت لكم بقى النهارده بطريقة عمل ارقام فيك تليجرام. يعني يا قلب اخوك هتبدأ تعمل اي حساب تليجرام برقم فيك يا اسطى مصري. هتقول لي ازاي يا قلب اخوك؟ هقول لك يا اسطى زي تابع بس يا اسطى انت معايا عشان تفهم وتعرف تعمل رقم تليجرام. تمام، رقم يا اسطى تليجرام مصري تمام فيك من اللي هي الارقام البوتات والكلام ده كله. فانت يا اسطى كل اللي انا عايزه منك ان انت تتابع من البدايه للنهايه، مفيش اي مشكله تواجه. طب بص يا اسطى، احنا مثلا دلوقتي يا اخوك عملنا مثلا رقم فيك تمام من اللي هو مثلا انت هتبدا تدخل على التليجرام. تمام، ادي يا قلب اخوك زي ما انت شايف الرقم. تمام، اي رقم مصري من البوتات تمام هو بيكون واتساب بس، واتساب بس يا اسطى زي ما انت شايف. تمام، زي يا اسطى ثواني كده يا قلب اخوك، ادي القناه اللي بينزل فيها الايه الكلام. فبيقول لك هنا اللي بينزل فيها مثلا الملفات والكلام ده كله. فبيقول لك هنا بتبقى واتساب بس، الارقام بتكون واتساب بس. طب انت يا اسطى هتقول لي انت هتفعل تليجرام ازاي؟ هقول لك مثلا يا اسطى، مثلا حمل مثلا كده يا اسطى ملف. تمام، وتعالى كده يا اسطى عشان افهمك هتفعل تليجرام ازاي. تمام، انا بس هوضح لك حاجه عشان ممكن حد يغلط الغلطه ديت ويبدا يعملها. انت مثلا يا اسطى خدت اي رقم، لو يكن مثلا الرقم ده كده وخدت نسخ. تمام، ورحت بيه علشان تبدا تفتح تليجرام، الرقم مش هيبدا يفتح معاك. هتيجي يا اسطى انت تقول لي طب ازاي يا اسطى مش هيفتح معايا؟ امال هفعل حساب تليجرام ازاي؟ هقول لك يا قلب اخوك دلوقتي انت هتفعل حساب تليجرام ازاي. اهو زي ما انت شايف الرقم اللي احنا خدناه نسخ. تمام، وحطيناه في التليجرام اهو. تمام، عشان بس اوضح لكم النقطه دي اهم حاجه اهوت يا اسطى. عشان انت مثلا تفعل بيه تليجرام من غير يا اسطى ما تعمل اللي انا هقول لك عليه دهوت، هتيجي مثلا ان انت تطلب كود والكلام ده كله، هتلاقيه بيقول لك كده، هتلاقيه جايب لك الواجهه دي كده يا اسطى. لو بقول لك اشترك في تليجرام مميز. تمام، امال انت هتقول لي هتفعل تليجرام ازاي يا اسطى؟ هقول لك انا تابع معايا. انت هتاخد الرقم تمام، تفتحه الاول على نسخه واتساب. تمام، بمعنى اللي انت مثلا اي رقم فيك انت عملته من البوت دهوت وفتحته على الواتساب. تمام، هخليك يا اسطى النهارده تعمل بيه تليجرام عادي بكل سهوله. تمام، فانت بقى تبدا تاخد مثلا ده رقم انا لسه مفعله على الواتساب هنا، ده رقم اهوت لسه انا فعلته على الواتساب الاول. تمام، تمام، بعد انت ما تبدا تفعله على الواتساب تمام هتبدا مثلا تاخد الرقم اهوت. تمام، تحدده كله. تمام، بس يا اسطى التليجرام اللي انت هتبدا تطلب عليه يكون تليجرام رسمي، يكون تليجرام رسمي، مش هي نسخه معدله. يعني يا قلب اخوك ما تروحش تجيب لي نسخه معدله وتقول لي الطريقه مش شغاله، لا، لازم تليجرام يكون تليجرام رسمي. تمام، وبعد كده هتبدا تحط الرقم وتبدا تطلب. هيبدا يا اسطى بقى يقول لك ايه، حط البريد. تمام، هتبدا انت تحط اي بريد الكتروني عندك. تمام، اي بريد يا اسطى تكون عندك انت هتبدا تحطه. تمام، سواء انا هحط بريد يا اسطى ما تبدا انت تحط البريد الالكتروني بتاعك. تمام، وتبدا تطلب كود والكود يجي لك على البريد. تمام، هتبدا بقى بعد ما تجيب الكود من البريد بتاعك تحطه هنا لاسك. تمام، تمام، ثواني بقى يا اسطى ما تبدا يقول لك تبدا تحط الكود اللي يوصلك على البريد. تمام، هتلاقيه بيقول لك يتم الان الاتصال برقمك. طب ما انت يا اسطى هتقول لي طب رقم ايه يا اسطى؟ الخط مش معايا، هيتصلوا عليا ازاي؟ هجيب الكود منين؟ لا يا قلب اخوك مفيش الكلام ده، ما احناش عايزين الاتصال. تمام، انت هتلاقي وقت بيعد عندك اهو، مكتوب لك يمكنك الطلب برسالة نصية بعد الوقت ده، بعد دقيقة ونص و30 ثانية، فالوقت بعيد. فانت يا اسطى هتبدأ تصطبر لما الوقت ده يعدي. تمام، وتبدأ تصبر. انا هقفل الفيديو لحد ما الوقت ده ما يعدي اهوت يا اسطى. اتبقى 4 ثواني، 3 2 1 زي ما انت شايف كده يا اسطى. هتبدأ بقى تدوس الحصول على رسالة نصية اهو. هيقول لك قمنا بارسال رساله نصيه للرقم. تمام، انت بقى هتجيب الرساله النصيه دي منين؟ هتبدا تدخل على نسخه الواتساب، ما تدخلش على البوت، مفيش رسائل هتجيلك على البوت، لا، الرساله يا اسطى هتبدا تجيلك على نسخه الواتساب. تمام، فانت هتبدا تدخل على نسخه الواتس. تمام، وتيجي عندك بره كده، ثواني يا اخواتي، زي ما انت شايف يا قلب اخوك اهوت. تمام، البتاع وصل، الكود وصل يا اسطى زي ما انت شايف. هو بيقول لك مرحبا بك، هو كود التحقق خاص بك للتليجرام. تمام، هتبدأ بقى تكتب 25051. تمام، هتبدأ تاخد الرقم كله نسخ. تمام، وتبدأ تخرج وتيجي على التليجرام كله يا حبيب اخوك زي ما انت شايف كده اهو لاسك.
ادي قلب اخوك، الرقم فتح معانا وبقول لك معلوماتك الشخصيه، اكتب اسمك والكلام اهوت يا اسطى. الحساب فتح معانا، هنبدأ مثلا نكتبه الاسم مافيا، ماشي، يوتيوبر، تمام. وبعد كده هتدوس كده يا اسطى، ادي قلب اخوك ولا اي، بكل سهوله يا اسطى قدرت ان انت تعمل بالرقم حساب تليجرام، تمام. وقدرت ان انت تعمل بنفس الرقم نسخه واتساب، يعني فيك، يعني يا اسطى عملت رقم فيك، تمام، واتس وتليجرام، تمام. وبس كده يا اخواتي، ده بيكون شرح النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.